المصطلحات الدارجة الخاصة مرتبطة بالولادة ارتباطا وثيقا، وشفتها بقى بيتم بيها الدعاية على السوشيال ميديا والحاجات دي. فكرة التاب بلوك وجهاز البي سي اي. التاب بلوك فكره ان العيانه تقول والله يا دكتور انت هتعملي تاب بلوك، هي ممكن ما تكونش فاهمه يعني ايه تاب بلوك، بس هي فكره ان ده حاجه بتخليني ما احسش بالالم بعد الولاده. ولا يا دكتور هركب جهاز البي سي اي طبعا، او بتقول بوصفها ان مثلا في ناس بشوفهم طالعين من العمليه بجهاز كده والدكتور يقول له الجهاز ده بيطلع حاجات مسكنه. فعايزين نعرف بس الناس ايه الفرق بينهم، وهل دي حاجه ضروريه ولا دي حاجه اختراع جديد يعني. الأول برضو خلينا نتفق أن الطبيب لازم ينفق من وقته الكثير في أنه يفهم العيان. صح. التاب بلوك البي سي اي مش حاجة مرتبطة بالقيصرية فقط. تمام. أي عملية في البطن ممكن الطبيب يلجأ لاستخدام طبعا طبيب التخدير بتاعه، يا إما التاب بلوك يا إما البي سي اي. التاب بلوك هو يعني تخدير موضعي لجدار البطن حوالين الجرح بحيث يقلل الألم ما بعد الولادة في أول يوم، لكن ما بيقللش ألم بنسبة 100%، لأن بيبقى في ألم عميق جاي من الرحم مش الألم السطحي، لأن التاب بلوك بيقلل الألم السطحي. تمام. البي سي اي ده دواء مضخة بيتم توصيلها بالكانيولا عن طريق جهاز محلول. ممكن هذه المضخة تقعد على حسب حجم المضخة، حجم المضخة دي أو الجهاز اللي بيتم شراؤه، وبيتملأ أدوية ومخدرات وإلى آخره. على حسب هذا الحجم ممكن تقعد 48 ساعة، ممكن تقعد 72 ساعة، وهي حاجة كويسة مش حاجة وحشة، ولكن الطبيب لازم يختار الشيء الأنسب للعملية. يعني لو القيصرية هتقعد مثلا 24 ساعة وتروح بالبي سي اي، غير مفضل أبدا أو لا ينصح إن الست تطلع من المستشفى وفي أدوية متوصلة بالكانيولا أو بالوريد. تمام. يعني دي حاجة محتاجة رعاية تمريضية ورعاية طبية. صح. وبالتالي هنا لو العملية محتاجة شورت هوسبيتال ستي أو هتقعد في المستشفى فترة قصيرة، يبقى التاب بلوك هنا يعني أنسب، هو الأنسب للحالة دي. هو الأنسب لأنه مش محتاج رعاية طبية ولا محتاج حاجة. بالظبط، هو إجراء عمل أثناء العملية بيعمله، مش محتاج إن شاء الله شبيه شوية لما بنيجي نشبهه للسيدات ببنج الأسنان. مش محتاج رعاية تمريضية ولا رعاية طبية بعد كده. تمام. لكن البي سي اي محتاج رعاية. فيعني الأكثر شعبية والمور بوبيلر بالنسبة للقيصرية بالذات هو التاب بلوك. لكن لو ست هتقعد في المستشفى يومين، اي عمليه اخرى زي استئصال رحم او رام او حاجه هتقعد لها يومين ثلاثه، البي سي اي كويس. تمام يا دكتور، كويس. لكن القيصريه لكن القيصريه الانسب لها ممكن ما يكونش الاقوى ولا الاطول مفعولا، لكن هو الانسب للقيصريه هو الايه التاب بلوك طبعا. تمام يا دكتور. طبعا مع مسكنات اخرى، يعني احنا بنشتغل حاجه اسمها مالتي موديل. ايوه، يعني بنشتغل بحاجات كتير، بنهاجم الالم باكثر من طريقه منها طريقه التاب بلوك. بالظبط. تمام يا دكتور.